العربية اللي احنا شايفينها عاملة حادثة دي من نوع جيتور صيني، وصاحب العربية في الفيديو ده زعلان جدا جدا ان الايرباجز ما ضربتش. الحادثة جامدة، ما تفهمش ازاي حادثة بالمنظر ده. يعني ايه الايرباجز ما يضربش؟ ومحدش يقعد يقول لي بعد عشان لازم تبقى رابط الحزام، ولازم اكيد هو كان رابط الحزام. حتى لو مش رابط الحزام ده ما يمنعش ان يعني منظومة سيفتي في العربية ما الايرباج ما يضربش الا لو الحزام مربوط. لا لا، ده كمنظومه سيفتي غلط. خلي الايرباج يضرب حتى لو الحزام سايب، ايا كان تفاصيل ايه. هو الراجل زعلان جدا. عندنا بقى حابب اقول لك ان احنا العكس خالص، احنا بنفرح جدا ان الايرباجز ما ضربش. والله العظيم مش مشكله احنا يحصل فينا ايه، المهم ان كبسوله الايرباج ما تضربش في العربيه، لان دي بتودي العربيه في حته تانية وبتحتاج تغير تابلو بينزل سعرها وحاجات كده كتير. هو هنا كل زعله ان الايرباج ما ضربش. عامه برضه هو الراجل معاه حق، ليه حق يزعل طبعا. وعربيه صيني زي دي وفي الخليج تمام بمواصفات يعني جامده جدا، ويحصل فيها حاجه زي كده دي مش حلوه خالص في حق جيتور بصراحه يعني. فمش عارف انبهارنا بالصيني هيقل ولا هيفضل زي ما هو، ولا ايه اللي هيحصل في اللي احنا فيه ده، انا مش عارف. حبيت بس اشارك معاكم الفيديو واقول لكم اللي حصل.